في عام 2025 لم يكن وجود الديناصورات شيئاً غريباً أو غير مألوف، فهذه الكائنات العملاقة لم تنقرض كما تخبرنا كتب التاريخ في عالمنا، بل استمرت في التطور جنباً إلى جنب مع البشر منذ ملايين السنين وحتى يومنا هذا. مع مرور الزمن أصبحت بعض أنواع الديناصورات أكثر ذكاءً وبدأت تتكيف مع الحياة الحديثة. بعضها أصبح بحجم أصغر وتعلم التفاعل مع البشر، حتى ظهرت أنواع جديدة من الديناصورات العاقلة تعرف باسم الديناصابيون، وهي فصيلة متقدمة تجمع بين صفات الزواحف القديمة والذكاء البشري. في مدينة تيرانوا، وهي عاصمة التعايش بين البشر والديناصورات، كان الشارع يعج بالحياة. سيارات ذات تصميم مزدوج يقودها بشر وديناصورات معاً، ومراكز تسوق فيها أقسام مخصصة لمقاسات الذيل، ومقاهي تقدم مشروبات أعشاب مخصصة للديناصورات العاشبة. رينا، فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، كانت تعيش مع ديناصور يدعى أوروس من فصيلة ذكية تشبه الفيلوسيرابتور، لكنه متطور ويستطيع التحدث بلغة مشتركة اخترعها العلماء تعرف باللغة الهجينة. كانت رينا وأوروس يذهبان كل صباح إلى أكاديمية التعايش الحيوي، حيث يدرسون معاً علم التاريخ، التكنولوجيا، وعلم النفس ما بين الأنواع. في أحد الأيام تم اختيار رينا وأوروس لتمثيل كوكب الأرض في مؤتمر المجرة، حيث سيعرضان كيف تمكنت الكائنات المختلفة من العيش في وئام بعد ملايين السنين من التطور المشترك. نحن لم نكن مخلوقات منفصلة عن البشر، كنا دائما جزءا من نفس القصة، فقط الزمن منحنا فرصة نكبر سويا، نتعلم من بعض ونبني عالما لا يخاف من الاختلاف. وصوت التصفيق سواء من الأيدي أو المخالب ملأ القاعة. رغم مرور أكثر من 70 عاماً على اتفاقية التعايش الأعظم بين البشر والديناصورات، والتي وضعت أسس السلام، بدأت التوترات تظهر في الأفق. في ضواحي تيرانوا ظهرت جماعة سرية تدعى الأنقياء، وهم بشر يعتقدون أن الأرض يجب أن تكون خالصة للبشر فقط دون مشاركة الديناصورات المتقدمة. في المقابل ظهرت حركة أخرى من الديناصابيين تدعى الدم الأقدم، تؤمن بأن الديناصورات هم السكان الأصليون ويجب أن يكون لهم الحكم والسيادة. بدأت شاشات الأخبار تنقل أخبار هجمات متفرقة، حرائق في مدارس مختلطة، عمليات اختراق إلكترونية ضد قواعد بيانات الديناصابيين، واحتجاجات من الطرفين. بعد عودتهما من مؤتمر المجرة، وجد تيرانوا مختلفة. لم تعد المدينة آمنة كما كانت. الشوارع صارت مراقبة، والشرطة تستخدم طائرات مراقبة ذكية ترصد أي تحرك مشبوه. رينا التي كانت تؤمن دوما بأن التعايش هو الطريق، لم تستطع الوقوف مكتوفة الأيدي. جمعت مجموعة من أصدقائها من البشر والديناصورات، وأسسوا حركة مضادة تدعى نبض واحد، هدفها استعادة الثقة والتواصل بين الجميع. كان أوروس يلعب دورا مهما في هذه المبادرة، مستخدما قدرته على فهم منطق الطرفين، فهو من سلالة الفيلورابتور المتطور، لكنه نشأ بين البشر ويعرف كيف يفكر كل طرف. لا أحد منا جاء أولا، ولا أحد سيبقى أخيرا، وحده التعاون يجعلنا نستحق المستقبل. في يوم حاسم تم اكتشاف مخطط لتفجير برج التواصل المشترك، وهو برج رمزي تم بناؤه بين البشر والديناصورات كرمز للوحدة. كان المخطط من تنفيذ مجموعة الأنقياء بهدف إشعال الحرب الأهلية. رينا وأوروس بمساعدة أصدقائهم من الحركة تمكنوا من اعتراض المخطط وتقديم الأدلة للسلطات قبل التنفيذ بدقائق، وأصبح بطلين في أعين الجميع. لكن رغم إنقاذ البرج بقيت آثار الشك والخوف. أدرك الجميع أن السلام ليس مجرد شعار، بل مسؤولية يجب حمايتها كل يوم. وفي مؤتمر مشترك لاحق وقفت رينا بجانب أوروس وقالت: لسنا متشابهين وهذا شيء جميل، لكننا متساوون في الحق بأن نعيش، نحلم ونصنع مستقبلا لا يبنى بالخوف بل بالثقة.
أراهن أنك لم تتخيل يوما أن تستيقظ على صوت زئير ديناصور من نافذتك. تخيل أن تبدأ يومك وأنت تسمع هذا الصوت الضخم يهز أرجاء المدينة بدلا من صوت السيارات أو العصافير. في عالمنا اليوم هذا يبدو مستحيلا، لكن ماذا لو كان هذا هو الواقع؟ ماذا لو كان عام 2025 هو عام الديناصورات، حيث لم ننقرض أبدا وأصبحت جزءا من تفاصيل حياتنا اليومية؟ تخيل مدينة حديثة، ناطحات سحاب تلامس الغيوم، لكن في الشوارع تمشي الديناصورات جنبا إلى جنب مع البشر. هناك ديناصورات ضخمة تتجول بين السيارات، وأخرى صغيرة تركض بين أقدام المارة. كيف كانت ستتغير حياتنا لو بقيت هذه الكائنات العملاقة بيننا؟ هل كنا سنعتاد وجودها كما اعتدنا على القطط والكلاب؟ هيا نغوص معا في هذا العالم العجيب. في عام 2025 كل شيء يبدو طبيعيا تقريبا. الناس يذهبون إلى أعمالهم، الأطفال إلى مدارسهم، لكن هناك دائما ديناصور في الخلفية يراقب أو يتجول بهدوء. أصبح وجود الديناصورات جزءا من المشهد اليومي، حتى أنك قد لا تلاحظها أحيانا من كثرة الاعتياد. تذهب إلى عملك صباحا، لكن عليك أن تتأكد أولا من أن الطريق خال من التيرانوسورس الكسول الذي يحب النوم في منتصف الشارع. أحيانا تتأخر الحافلات لأن ديناصورا ضخما قرر أن يأخذ قيلولة في منتصف الطريق. الشرطة طورت طرقا جديدة لإبعاد الديناصورات عن الطرق، مثل استخدام سفارات خاصة أو حتى روبوتات صغيرة تزعج الديناصور حتى يتحرك. في الحديقة أطفال يلعبون بجانب ترايسيراتوبس ودود، بينما الجيران يتشاجرون مع ديناصور صغير أكل زهورهم. أصبح التعامل مع الديناصورات جزءا من الحياة اليومية، مثل التعامل مع الطيور أو القطط الضالة. بعض العائلات بدأت بتربية ديناصورات صغيرة كحيوانات أليفة، وهناك مسابقات سنوية لأجمل ديناصور منزلي. أما القطط فقد أصبحت تحتمي فوق ظهر ستيغوسور هادئ. تخيل أن ترى قطتك المفضلة تتسلق ديناصورا عملاقا وتجلس فوقه وكأنها ملكة المكان. حتى الكلاب أصبحت أكثر شجاعة، تحاول مطاردة الديناصورات الصغيرة، بينما الطيور تبني أعشاشها فوق رؤوس الديناصورات الطويلة. في الصباح أثناء تناول الإفطار قد يطل رأس ديناصور صغير من النافذة يطلب قطعة فاكهة أو خبز. الأطفال يضحكون ويطعمونه، بينما الأم تحذرهم من الاقتراب كثيرا. أصبح وجود الديناصورات في الأحياء السكنية أمرا عاديا، وهناك قوانين جديدة لتنظيم العلاقة بين البشر والديناصورات، مثل منع إطعام الديناصورات البرية أو الاقتراب من الأنواع المفترسة. حتى مدارسنا تغيرت. حصة العلوم أصبحت في الهواء الطلق، مع معلمة ديناصورة عملاقة تشرح درس التطور بنفسها. الطلاب يستمعون بدهشة، والديناصور يشرح كيف عاش أجداده قبل ملايين السنين. بعض المدارس خصصت ديناصورات لحماية الطلاب أثناء الرحلات المدرسية، وأصبحت هناك مسابقات لسباق الديناصورات بين المدارس. المواصلات سهلة جدا، إذا ركبت مع البراكيوسورس تصل إلى 7 بسرعة البرق. تخيل أن تستخدم الديناصورات كوسيلة نقل عامة وتستمتع بالمنظر من الأعلى. هناك خطوط خاصة للديناصورات في الشوارع، ومحطات توقف مخصصة لها، وحتى تذاكر إلكترونية لركوب الديناصورات العملاقة. بالطبع لم تخلو الحياة من التحديات. هناك فرق طوارئ متخصصة في التعامل مع الديناصورات الهائجة، وتدريبات سنوية للسكان حول كيفية التصرف في حال ظهور ديناصور مفترس في الحي. شركات التأمين أضافت بنودا جديدة لتغطية أضرار الديناصورات، وأصبحت هناك تطبيقات على الهاتف للإبلاغ عن أي ديناصور ضال. تخيل كم ستكون حياتنا مليئة بالمغامرات والمفاجآت. عالمنا الحديث، لكن مع لمسة من عصور ما قبل التاريخ. كل يوم يحمل قصة جديدة مع هذه الكائنات العجيبة، ويجعل من حياتنا مغامرة لا تنتهي. ربما في يوم من الأيام ستكتب أنت أيضا قصة عن مغامرتك مع ديناصور في شوارع مدينتك.